أيها الأحرار العرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتعرف تعد لغاية كام؟ طيب استعد وعد معايا. تعويم الجنيه، انهيار الاقتصاد، ارتفاع الأسعار، اختفاء الدواء، تيران وصنافير، سد النهضة، سينا، المعتقلين، الشهداء، المصابين، البطالة، الفقراء، سوريا، الحوثيين، فلسطين، رز الخليج. تعبت؟ انت تعبت صح؟ انا بقول كفايه كده. كل المصايب دي سبناها وانشغلنا بحوار للدكتور البرادعي وتسريبات الدكتور البرادعي. اختلفت او اتفق مع البرادعي مش مهم، لكن اوعى ترجع تغرق تاني في مصيبه الشخصنه اللي ودتنا في داهيه وضيعت الثوره. من اكبر مصايبنا اننا بنسيب الكوارث الحقيقيه وننشغل بالاشخاص، نشيطانهم او نحبهم، ننكرهم، نمدحهم، نشتمهم، نتصالح، نتخاصم عليهم وليهم وبسببهم. والقصة مش قصة البرادعي الحقيقة، يعني القصة الحقيقة قصة بلد انهارت، أو على الأقل على وشك الانهيار، أو على الأقل داخلة في النفق المظلم. القصة الحقيقية هي نخبة صدقها المصريين وفي الآخر خذلته، وده طبيعي جدا. إسلاميين، ليبراليين، يساريين، جيش، قضاء، إعلاميين. المصريين حلموا ببلدهم أحلى، نزلوا الميادين، ضحوا بدمهم ودم عيالهم عشان بكرة. ضحى المصريين وما انتظروش لا شهرة ولا فلوس ولا مناصب، كانوا بس مستنيين طاقة نور تتفتح على المستقبل. فجر المصريين الثورة وسلموها للنخبة عشان تحصد ثمارها وتنشر الأمل. لكن النخبة خذلت المصريين، وده طبيعي برضو. اكتفت النخبة بالخناقات والمكايدات ونسيت صاحب الثورة. نسيت النخبة ان الشعب هو صاحب الثورة، وان الحكاية كلها للشعب، ونسيت نجاح الثورة، ونسيت كل ده وبدأت تتفضل او تصفى لتصفية الحسابات وتمرير افكار بعينيها، تلميع شخصيات او شيطنة شخصيات تانية. المصيبة ان بعد 6 سنين من الصراع حوالين الاشخاص، الحقيقة نرجع النهاردة لنفس الخناقة العقيمة. نرجع نقول البرادعي حلو، لا 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 لا, لا وحش جدا. البرادعي خاين، لا لا وطني. البرادعي متآمر، لا لا ضحية. البرادعي ضعيف، لا لا مفكر. وضيف عليها الأوصاف الجديدة. البرادعي شارك في الانقلاب، لا لا ده كان بيحاول يقلل مصايبه. البرادعي شارك في الدم، لا 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 خالص، ده أول واحد استقال يا راجل ورفض قتل المصريين. البرادعي لازم يعتذر، لا لازم يكشف الحقائق الأول، لا لازم يفضح السيسي، لا لازم يشارك في الثورة. البرادعي 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 وسين صاد عين. انما السؤال، هنفضل لحد امتى نتخانق حوالين اشخاص؟ هنفضل لحد امتى عايشين وهم مخلص؟ هنفضل لحد امتى نتخانق ونسيب وننسى مصايبنا الحقيقية؟ بتمنى من كل الناس اللي بتحب البلد دي انها الحقيقة توفر جهدها في مقاومة الانقلاب والوحدة. بتمنى نلحق بلدنا قبل ما تضيع مننا. انا نفسي في نخبة جديدة فيها روح الشباب، ما تلوثتش باخطاء الماضي، توحد الناس على اهداف حقيقية، تجمع ما تفرقش، تبدي ما تهدش، تفكر بعلم وتشتغل بهمة وعزم، تعدي حواجز اليأس وتكسر العجز وتفتح الامل. الامل في بكرة انه يكون احلى. او على رأي المطرب او المغني حمزة نمرة لما قال: احلم معايا، احلم معايا ببكرة جاي، ولو ما جاش احنا نجيبه بنفسنا. نبدأ نحاول في الطريق، كتر الخطاوي تدلنا على حلمنا، بس احنا نحلم، احنا نحلم، بس احنا نحلم. اهلا بيكم حلقة جديدة يوم الاحد 8 يناير 2017. قبل ما نبدأ الحلقة عايز اقول لكم كلمتين كده، والله يمكن يزعلوكم. انا عايز اقول لكم انه يناير، احنا في يناير 2017، 8 يناير. في يناير 1950 مش حدث في مثل هذا اليوم والحاجات دي، عادي، لا خالص، مش هقول لكم كده. في يناير 1950 نزل عدد من مجلة الهلال. العدد عنوانه: ماذا تتخيل مصر سنة 2000؟ يعني ما هو حال مصر سنة 2000؟ عدد يناير 1950. انا قريته كله، العدد موجود على النت على فكرة، قريت العدد كله.
في مجموعه مقالات لمجموعه من الكتاب، طبعا الناس ما تعرفهمش دلوقتي. الاستاذ محمد العشماوي اللي كان وزير معارف ساعتها، واللي هيبقى بعده الدكتور طه حسين وزير معارف. الدكتوره عائشه عبد الرحمن اللي هي بنت الشاطئ. استاذ محمود تيمور الاديب الكبير. انور احمد كان مهتم بالسينما. مين تاني؟ بهي الدين بركات باشا، حد مهم جدا. والدكتور سيد كريم المعماري الفذ اللي برضه ما اشتهرش، وعلى فكره الدكتور سيد تقريبا يعني اثر بعد كده. المهم يعني، وفكري اباظه. كل كاتب من دول وغيرهم، يعني دول اللي افتكرتهم بس، كاتب مقال بيتخيل مصر سنه 2000. الكلام ده سنه كام؟ 1950. ارجع معايا بالذاكره، 1950 كان الدولار بكام؟ الجنيه بكام دولار؟ كان الدولار من 1950 لحد حاجه، كان الدولار بحوالي الدولار كان بحوالي 38 قرش. تخيل، الدولار كان ب 38 قرش. كان مخزون مصر الاحتياطي معدي ال 200 مليون، ال 200 مليار. قبلها بحته بسيطه كده فكري اباظه رازع مقال بيعلوم فيه الحكومه انها وافقت انها تدي لانجلترا قرض، وشايف الاستاذ فكري اباظه ان الضمانات القرض مش كافيه. يعني الضمانات اللي قدمتها انجلترا عشان مصر عشان مصر تدي القرض لانجلترا مش كافيه. مقال مشهور لفكري اباظه. كان الدولار ب 38 قرش. سنه 2000 الدولار اصبح ب 3 جنيه و40 قرش. طيب تعالوا نشوف بقى الناس اللي جوه المقالات. طبعا مش هقول لان دي تفاصيل كتيره جدا جدا جدا، بس تعالوا شوف الناس تخيلت مصر سنه 2000 ازاي. مصر سنه 2000 عامله ازاي. ابعد بقى. الاستاذ محمد العشماوي بيقول هنبني جامعات. كانت وقتها جامعه فؤاد الاول دي هي الجامعه الوحيده في الشرق، في افريقيا كلها وفي الوطن العربي. منار النور. خلاص خلصت بقى. وسنه 1950 تقريبا اتعملت جامعه عين شمس. يعني كانت تقريبا، ما علينا. تعالى بقى نشوف الناس شافت القاهره ازاي وشافت مصر ازاي. الاستاذ فكري اباظه شاف ان احنا هنبقى سيده العالم. هو سماها كده، هتبقى مصر سيده العالم. طيب حلو جدا. وشاف ان احنا هيبقى في وحده بيننا وبين اوغندا ومش عارف مين، وهنبقى دوله اعظم. كانت وقتها مصر سنه 50 كانت مملكه مصر والسودان. فهو شاف بقى ان احنا هنضم اوغندا وشاف حاجات كده، يعني هنتوسع. الاستاذ الدكتور سيد كرايم استاذ العماره واستاذ تخطيط العمراني قال ايه بقى؟ قال شوفوا اللي هيحصل في مصر سنه 2000. اولا مصر هتتوسع، والقاهره هتضم العياط ومش عارف ايه، والحدود الشماليه هتضم مش عارف ايه، وهيبقى في اوتوستراد مش عارف ازاي. طبعا صعب اوريكم خيالات الراجل ده، بس بيقول ايه بقى؟ بيقول المقطم سنه 2000 هيبقى عباره عن مزار سياحي ومشتى ومش عارف ايه وبتاع، والسياح هنلاقيهم نازلين طالعين من الجبل ده سنه 50. هو بيتكلم عن سنه 2000. وهيبقى فيه ازدحام. والهرم لانه تبه عاليه والمقطم تبه عاليه، الهرم ده هيبقى السياح يعني الحقيقه بيستمتعوا وياخدوا المسافه من الهرم للمقطم في اقل من تلت ساعه. ازاي يا استاذ يا دكتور سيد؟ قال لك بس هيتم انشاء، وراسم هو خطه، راسم خريطه يعني، هيتم انشاء مترو معلق ما بين المقطم والهرم، ودي عشان دول اعلى منطقتين في القاهره، هيطير ياخد المسافه دي في تلت ساعه. هيبقى في كده مترو معلق سنه 2000 ياخد الناس وياخدوا السياح وبتاع. الحقيقه اللي كاتبه الاستاذ انور احمد عن القاهره لا علاقه له بالقاهره خالص. طبعا محمد العشماوي اللي كان وزير معارف قال هتختفي الاميه وهيبقى عدد الاميين في مصر 500,000 بس. هو قال كده. انما الاستاذ سيد كريم اهتم بالعماره، فاتكلم على مصر على ان هيبقى في بقى منتجعات سياحيه، وهيبقاش في عشوائي. ما كانش في عشوائيات ساعتها، انما هيبقاش في وهيتحول هيتحول شارع 26 يوليو الى سوق عالمي دولي له طابع خاص. تقرا حاجه ثانيه. المهم انور احمد تخيل السينما وقتها. هو تخيل نفسه ماشي كده عند استوديو مصر، فلقى ان عند الماروتيه مجموعه استوديوهات كتيره جدا 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 جدا. فسال ايه ده يا جماعه؟ فقالوا له دول مجموعه استوديوهات معدين ال 200 استوديو مثلا، كلهم بتوع السينما، والسينما شغاله، ومصر بتعمل فيلم عن محمد علي الكبير،